اللي عنده صينية زي دي نقول له يا عمنا اصحى بقى للمحمر والمشمر. تعالوا نعمل النهاردة فطار حلو قوي وينفع جدا في العزومات وشكله شيك وخطير. سفرة النهاردة يا جماعة فاخر من الآخر. حتة صينية يا نهار أبيض على الحلاوة والجمال ده كله. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. ولو لسه ما عملتيش متابعة اعملي متابعة بليز عشان هتستفادي معانا. أول حاجة هابدأ بيها هاعمل تتبيلة البط، معروفة عزومة يعني بط يا جماعة. معايا بصلتين مبشورين وعليهم 3 حبات طماطم مبشورين برضه، وهاضيف عليهم ملح وفلفل أسود وأدمجهم مع بعض كويس جدًا. وبعد كده هنتبل البط وهادخل التتبيلة في كل حتة، مش هاسيب مكان إلا لما أدخل التتبيلة فيها. وبس كده، وبكون مجهزة مية مغلية هنزل البط فيها، وأي تتبيلة هتفيض منك نزليها برضه في الحلة، وأحط كمان جزر وأسيبه لحد ما يستوي. كمان البط استوى وطلعته، شايفين بقى شكل الشوربة عامل ازاي؟ دي بقى يا جماعة ممكن تعملوا منها أحلى حلة محشي. وبعد كده هعصج لحمة الجلاش، حطيت معلقة سمنة ونزلت فيها بصلة وشوحتها. وبعد كده نزلت بنص كيلو لحمة مفرومة، وأول ما يبتدي لونها يغير معايا هبدأ أقلب. وبعد كده هنزل بالخضار، عبارة عن فلفل أخضر وأحمر وطماطم وجزر مبشور، وهقلب الكلام الجميل ده مع بعض. مش قادرة أقول لكم قد إيه إن الخضار ده بيديها نكهة جميلة جدا يا جماعة. وبعد كده هاضيف عليها التوابل هاكتبها لكم في الكومنتات. للتوريق بقى هاحتاج 4 معالق كبيرة سمنة و4 زبدة، وممكن تستخدموا سمنة بس أو زبدة بس. أول حاجة ندهن الصينية كده من تحت ونحط ورقتين ورقتين، وندهن سمنة لحد ما نخلص نص كمية اللفة. يعني لو اللفة مثلا 20 نحط 10 تحت و10 فوق، على حسب عدد الورقات اللي في اللفة. وبحط في النص بقى اللحمة المفرومة، وأهم حاجة متوصلش للأطراف يا جماعة عشان ما تحرقش معاكم. وبكمل وبحط نص كمية الورق وبدهن ما بين ورقتين ورقتين. طبعا الجلاش أنا عملته معاكم قبل كده ودي طريقتي ما بغيرهاش. وآخر ورقة بظبطها وبقطعها بالسكينة مربعات وبدهن الوش سمنة. وزي ما إحنا متعودين ندخّلها فرن سخن على درجة حرارة 200. ومش باحط تشريبة دلوقتي خالص لحد ما تاخد لون محمّر كده. الطريقة دي هتخلّيه يقرمش من برّه ومن جوّه طري ومورق وخطير. نجهّز التشريبة: كوباية لبن، ملح، فلفل أسود، بيكنج باودر، وأقلّبي كويس. وبعد ما أخدت لون باسقي التشريبة وأرجّعها تاني الفرن على نفس درجة الحرارة. وعملت كمان كفتة برغل هاحط عليها شوية شوربة وأسويها. وهاعمل بقى شوية سمبوسك حلوة أوي والحشوة خطيرة يا جماعة. فيها جبنة موتزاريلا وشيدر ورومي وزيتون وفلفل وطماطم، وهلفها بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا جدا ومش هتحس ان هي بتاخد وقت معاكم خالص. يعني انا عملت معاكم كام واحدة عشان لو في حد ما بيعرفش يلفها الطريقة واضحة قدامكم في الفيديو. وبعد كده هنحمرها في زيت سخن علشان تاخد لون معانا حلو كده وتطلع مقرمشة وجميلة. انا ما بكترش زيتها يا جماعة، بحاول على قد ما اقدر اكون هيلثي شوية. وبعد ما نزلتها في الزيت تاخد لون اقلبها على الجنب التاني، واول ما تاخد لون على الجنبين هخرجها. طريقة سهلة جدا جدا وسريعة جدا جدا. دايما بسيب السمبوسك دي لاخر حاجة لانها ما بتاخدش وقت خالص، وعشان تطلع معانا سخنة ومقرمشة والجبنة تكون دايبة دوب كده. شايفين الحلاوة والجمال ده كله؟ ذهبي ومقرمشة وخطيرة. بعد ما حمرت السمبوسك عملت كمان ممبار وهحمره في السمنة البلدي. طبعا لازم نحمره في السمنة البلدي لانها بتديه طعم جميل جدا جدا وخطير. لو عايزين طريقته اكتبولي في الكومنتات وانا هعمله لكم فيديو لوحده. بصراحة يا جماعة انا بعمله حلو قوي وبيكون طعمه خطير. بعد ما اخد اللون الذهبي الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده هطلعه واحط تاني الممبار وياخد نفس اللون واخرجه تاني وبس كده. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ حد يقول لي ايه الجمال ده كله؟ شايفين حلاوتها يا جماعة؟ بجد شغل فاخر من الاخر. صينية شيك جدا جدا في التقديم وهتنفعكم في العزومات وخطيرة. وبعد ما نزلنا بالرز الخطير المفلفل هرص الممبار والكفتة والسمبوسك.
والرقاق الخطير. اخر حاجة بقى احطها على الصينية عشان دي بجد اللي هتزين الصينية يا جماعة، هي البطاية الجميلة دي. اكتبولي رأيكم في عزومة النهاردة وقولولي عايزين اعمل لكم وصفات ايه تاني، وما تنسوش تعملولي متابعة ولايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، ورمضان كريم.